المهاره دي لازم تكون عندك. واحد عارف يبيع البرودكت بالبرسويشن سكيلز بالكوميونيكيشن سكيلز اللي عنده، والتاني وقف ما وصلتش للتارجت، شكرا شرفت ونورت، مع السلامه. البرزنتيشن سكيلز مهارات مهمه جدا في حياه اي طالب في كليه علميه وخاصه بتاع علوم. اكيد. لان انت بتدرس ممكن تعمل بحث في مجال معين بتطلع تقدمه، يعني حتى لو محتوى البحث ما هوش قوي انت بطريقه تقديمك تقدر تحط للبحث فاليو معينه. مظبوط. ولو البحث محتواه قيم جدا وقدمته بطريقه سيئه بتفقد الفاليو بتاعته. اكيد. البرزنتيشن سكيلز بيبقى فيها كورسات كتير، بس الناس مش فاضيه ومش عارفه اهميه الموضوع ده. بس اللي ما يعرفوش ان انت تقدر تكتسب البرزنتيشن سكيلز دي وانت في الجامعه عادي خالص. وانا عارف ان حضرتك كان ليك باع في الموضوع ده، فيا ريت تكلمنا عنه. والله اقدر اخدك شويه كده للجزء بتاع الكليه، لان هو ده الاهم وده الكور. مش هقول لك ان احنا عايزين نصرف، اسهل حاجه في ديننا نقول لك كورس ومكان، بس احنا مش عايزين كده. حضرتك بتدرس اراوند 9 مواد في الترم، 18 ماده في السنه، على مدار اراوند 4 سنين. من المستحيل ان مفيش ماده على الاقل كل ترم بتقدم فيها برزنتيشن. اكيد طبعا. البرزنتيشن دي بقى فيها كذا ستايل. حضرتك هتتعب تكولكت داتا الاول، بعدها تحطها على باوربوينت، بعدها تبدا تعرضها. هل ده موجود جوه الكليه؟ طبعا موجود. وانا شخصيا كانت البدايه بتاعتي في البرزنتيشن سكيلز في احد المواد، فعلا تم طلب مني عمل برزنتيشن عن توبيك معين وعرضته قدام المدرج كله. دي كانت البدايه. زائد ان انا بعد ما خدت الجزء ده قدرت ان انا يعني المهاره اعمل لها ديفلوب شويه، بدات ان انا اقدم الايفنتات الخاصه جوه الكليه. مع استمراري في العمل التطوعي بقيت اقدم الايفنتات في الجزء العمل التطوعي كمان. فتقدر ان انت تعمل ديفلوب للسكيلز دي موجود جوه الكليه طبعا بنسبه 100%. وعشان تكون كواليفايد لسوق العمل اصلا وخاصه بره وجوه برضو مصر، المهاره دي لازم تكون عندك. يعني أكيد. في مجال الادويه او في مجال حضرتك، تقدر تقول لنا انعكاس المهاره دي على الشغل كان عامل ازاي، او افادك في ايه، او خلاك يعني تبقى سابق خطوه؟ لا، مش خطوه واحده يا يوسف. انا جزء البرزنتيشن سكيلز اللي انا استفدته من الكليه هو خلاني فارق كتير في الكارير بتاعي. لان تخيل كده انت داخل زياره لاحد الاطباء الكوادر في المجال، مطلوب منك تتكلم عن 5 أو 6 برودكت في دقيقه. هعمل ايه في الدقيقه لو انا ما عنديش مهاره البرزنتيشن؟ لا، وهنا انا بعمل ديوال اكشن، انا بعمل برزنتيشن وبعمل برسويشن الاتنين مع بعض. فلو انا اصلا المهاره مش عندي، ومش مهاره عاديه، معمول لها ديفلوب واشتغلت عليها على مدار 4 سنين كليه، وكمان مع تدرجي في الكارير كل السكيلز دي بيحصل لها ديفلوب طبعا. يعني بنيجي عند الاتنين تكنيكال كويسين جدا، نيجي أكيد. بقى على الحاجه البيرسونال بقى. يعني الاتنين معاهم نفس البرودكت والاتنين فاهمين كويس جدا عن البرودكت 100%. بس واحد عارف يبيع البرودكت بالبرسويشن سكيلز بالكوميونيكيشن سكيلز اللي عنده، والتاني وقف المان باور. عشان كده الشغل في الشركات الادويه از ا ريبريزنتاتيف مش كله بينجح فيه. اكيد. ونقدر نقول ان ده مش كارير بقول لك اتخرج من الكليه اروح اشتغل فيه. احنا بندي مثال، ده مثال نقدر نقول مثال حي. لان مش كل شخصيه تقدر انها تتخرج من كليه العلوم تقدر انها تنجح في المجال ده. لان مش كلنا عندنا نفس البرزنتيشن، مش كلنا عندنا نفس البرسويشن، مش كلنا عندنا الكواليفيكيشن اصلا اللي تأهلنا ان احنا نبقى انديب قوي في الكارير ده. فاللي ينفع محمود مش شرط ينفع يوسف، لان يوسف هو ناجح جدا في اكس، محمود هو مش عارف يعمل اكس ده بنفس الكواليفيكيشن اللي موجود عند يوسف. يعني المورال من كلام حضرتك ان انتوا الاثنين جامدين جدا في التكنيكال، انتوا الاثنين شاطرين، بس تعالوا بقى ايه بالبلدي كده نغربلكم بقى. ايوه 1 تو 1 بقى. نخش احنا الاثنين كمان باور، الاثنين عند اكس. نحط سوفت سكيلز كده، هي بقى ايه مين فيكم اللي عنده سوفت سكيلز اكتر اللي يقدر يفيدني انا بقى في الشغل. اللي هيفيدك اكتر اللي اشتغل على نفسه اكتر، اللي تعب وخد سوفت سكيلز ومش خدها ثيوريتيكال. لان زي ما قلت لك في البدايه سهل انك تاخد كورس، لكن هتمارسه ازاي؟ طب انت معاك 4 سنين في الكليه، حاجه هديه مجانيه ان انت تعمل ديفلوب للسوفت سكيلز بتاعتك، ما تستخدمها. انك تعمل برزنتيشن، انك تدخل فولنتيرنج ورك، او انك تطلع كهوست في اي ايفنت، ده كل ده انت بتكتسب مهارات. يوسف انا مش عايز الطالب في وقت الكليه يخاف. اطلع قدام المدرج، انا عايزك تتحرج. هتتحرج اول مره، وخلي زمايلك يسجلوا لك.
شوف نفسك مع الريكورد اول مره، وشوف نفسك بعد تاني مره، بعد تالت مره. انا كنت بعمل كده، انا كنت بخلي زمايلي وزمان بقى معلش الموبايلات زمان والتكنولوجيا وقت وانا طالب من 2008 ل 2012 لا هي اقل بكتير من اللي موجوده دلوقتي. فلا الوسائل الديفلوبمنت للسوفت سكيلز لا هي موجوده دلوقتي وسهله، بس اللي يشتغل عليها. انك تنزل الفيلد بقى وتخبط لازم وتراي اند تخبط. ايرور بقى، تراي اند ايرور. لازم. فانا زي ما قلت لك تراي اند ايرور. انت قدامك فرصه هتعملها في 4 سنين ببلاش، تتخرج تتسحل ما عندكش وقت للكلام. انت مش هيبقى عندك الوقت، والشركه اللي انت هتمضي معاها هي تصبر عليك شهر، تصبر عليك 2، مع التالت لو ما وصلتش للتارجت شكرا شرفت ونورت مع السلامه. عايزين حد جاهز. لا فالجاهز ده مش جاهز بنسبه 100%، بس على الاقل عنده 60-70% ما دخلش الكليه، قعد قدام الملخص الماده، دخل الامتحان نجح، يلا بقى معاه شهاده تخرج. ومن هنا العمل التطوعي والابحاث والكوميونيكيشن والبرزنتيشن سكيلز، كل السكيلز اللي انت بتكسبها جوه الكليه هي دي اللي انت هتاخدها في البوكس معاك بعد الكليه.